اسمي أمل رجافة، قيادة مجلس الرقة العسكرية بجة من مدينة الرقة، عشيرة البوسراية. بدأت انضمامي ما بين الحركة ما بعد 2018. تعرفت على هذا الفكر الذي يدعم المرأة بداية، خاصة بعد الظلام الذي كان يخيم على مدينة الرقة حصرا. فعندما تأتي فسحة الأمل نذهب خلفها من أجل أن نبحث عن أنفسنا كامرأة عربية. عندما يأتيني فسحة الأمل التي كنا ننتظرها من خلال فكر الأمة الديمقراطية الذي اجتازت من خلاله المرأة، وجدت نفسها واجتازت كثير من الخطوط أو الحواجز التي كانت أمامها. فعلى هذا الأساس طورت المرأة من نفسها ضمن كمدينة الرقة كمكون عربي. أيضا وجدت نفسها إن كان من خلال الناحية العسكرية أو الناحية السياسية أو حتى في ساحات العمل. فمن هذه الناحية وجدت نفسها بعد كل العنف الذي كانت تعيشه المرأة، إن كان ضمن المنزل، إن كان ضمن المجتمع، من عادات، من تقاليد، من عنف، إن كان العنف اللفظي أو جسدي. فكل هذا تعاني منه المرأة ضمن المجتمعات. فمن خلال شخصيتنا نحاول أن نصل إلى كل امرأة موجودة في هذا المجتمع من أجل أن نلمس هذا الوجع، نلمس هذا الألم، إن كنا لم نعيشه ولكن نشعر به من خلال النساء الموجودات ضمن هذا المجتمع. فهناك من عانت الظلم خلال وجودها في المنزل، هناك من عانت العنف من خلال الشتائم، هناك من عانت العنف عندما كانت شخصيات سياسية وقيادية من الأطراف المعارضة. فكل هذا يعتبر عنف، فكله يوجه للمرأة إلى شخص المرأة ليس كشخصية واحدة، إن كان يوجه لعنف شخصية واحدة ولكن يمثل جميع النساء. فجميع قيادياتنا على المستوى السياسي أو العسكري تتعرض للإهانة، تتعرض لمحاولات التشويه، إن كان من خلال الإعلام حصرا أو التشهير بهذه الشخصيات لكي يوصل رسالة أن وحدات حماية المرأة ليست قوات تحمي المرأة، إنما هي قوات حسب ما يريدون التعريف بها. ولكن نحن على أرض الواقع نثبت العكس تماما. فوحدات حماية المرأة قد جاءت من البداية لكي تساعد نساء العالم أجمع والنساء التي تتعرض للظلم، والآن تقوم بهذا الواجب وتكمل به على أكمل وجه. فمن خلال شخصية المرأة العسكرية أو السياسية تظهر مدى نظرتنا تجاه هذا العنف الذي يتوجه للنساء أجمع. ففي الآونة الأخيرة في سوريا كلياتنا لاحظنا أننا بعد سقوط النظام السوري القديم قد عانت كثير من النساء العنف، إن كان في السويداء حصرا، إن كان من ناحية المكونات أو الطائفة الأخرى، فقد حصل اضطهاد لحقوقهن. فاليوم نحن كوحدات حماية المرأة نناهض هذا الشيء، لأن اليوم كل امرأة موجودة لها الحق في أن تعبر عن رأيها. ليس لنا الحق بأن نمنع أحد من أن يكون في هذا الديانة، نمنع أحد من حقوقه، نمنع أحد من واجباته يقدمها لهذا الوطن. فكل إنسان له الحق بأن يعطي رأيه، يبدي رأيه لهذا العالم، أن يرفع صوته بأن تكون أنا امرأة موجودة من أجل أن أساعد هذا العالم على أبسط حق. فهذه أبسط حقوق التي تطالب بها المرأة. فاليوم على أرض الواقع نلاحظ أن هناك سدة توضع أمام تقدم وتطور المرأة. فعلى هذا الأساس أيضا من خلال شخصياتنا كمرأة عربية دائما نوجه نداءنا بأن تبحث المرأة عن نفسها، بأن تطور من نفسها، بأن تجد نفسها كمرأة قوية محاربة خلقت من أجل تساعد هذا المجتمع، لم تخلق فقط من أجل توجد في المنزل وتقوم بالواجبات المنزلية أو الزوجية، لأن عليها واجبات تحرير هذا المجتمع أكمل، وليس تحرير فقط الواجبات المنزلية. فعلى هذا الأساس نوجه نداءنا للعالم أجمع بأن دائما يساندوا المرأة، بأن يعطوا حقوق المرأة بالاستماع إلى آراء النساء. فهناك أبسط حق الذي هو رأي المرأة لا يستمع لها. فعلى هذا الأساس نحن بشخصيتنا نعمل على هذا
الأمر بأن نساعد جميع النساء، بأن ندافع عن جميع النساء، ولكن على المرأة في المجتمع أيضا أن تساعدنا بأن نصل إليها أيضا. فعندما يصل إلينا صوت المرأة نحن نمد يدها يد العون.